قال الإطار الوطني بادو زاكي مدرب منتخب النيجر: هدفنا هو التأهل لكأس العالم، ونريد أن نحقق هذا الحلم رغم صعوبة المهمة. ليس من السهل الانتصار على المنتخب المغربي الذي وصلت معه إلى نهائي كأس إفريقيا، لكن الأمور تغيرت الآن. أنا مدربا لمنتخب النيجر ورغبتي تحقيق نتيجة إيجابية. مستعدون لمواجهة المنتخب المغربي، وطبيعي أن المنتخب الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم يكون قوياً. وكلا المنتخبين يرغبان في التأهل إلى كأس العالم. هدفنا تحقيق نتيجة جيدة تساعدنا في تحقيق حلم شعب النيجر. وأي لاعب يرتدي قميص منتخب النيجر فهو يمثل الفريق، وأثق تماماً في كل اللاعبين، وسنؤدي مباراة بشكل جيد. أعلم جيداً قوة المنافس، وطالما أنك تحضر بشكل جيد وتؤدي كل ما عليك تستطيع أن تنتصر، ونحن فريق قوي ونؤدي كرة جيدة. على كل حال هدفنا تحقيق الفوز. وتكلمت مع اللاعبين كثيرا للتأكيد على هذا، مع ضرورة تجنب الأخطاء والاستعداد الجيد. شاهدت عددا من المباريات للمنتخب المغربي، من بينها مباراة الغابون وليسوتو، ودرست نقطة ضعف الخصم وقوته، وكل ما استطيع قوله إننا سنفعل كل شيء لتحقيق نتيجة إيجابية. في السياق ذاته قال وليد الركراكي في تصريح له حول بادو الزاكي: إنه مدربي السابق ولقد تعلمت منه الكثير. أنه آخر ناخب وطني أوصل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس إفريقيا. لا يمكنني القول إلا أشياء إيجابية عنه. ما رأيكم في تصريحات كلا المدربين؟ لا تنسى الاشتراك، وإلى اللقاء.